طريقة زي دي. ولما تخدم أهلك ده بتبقى خاطر منها، يعني هي مش مجبرة إنها تخدمك وتخدم أهلك. فهي لو حابة فتشيلها على راسك، مش حابة فدي حاجة ترجع لها. ولكن مفيش بنت بتعمل كده. بنت الأصول لو لقيت إن أهلها، إن هما طبعا أهل جوزها محتاجين لها، بتقدم طبعا المساعدة على طول. فأنت ملكش الحق إن أنت تجبر مراتك إنها تعمل حاجة هي مش عاوزاها. ونكمل قصتنا واحكي لكم ايه اللي حصل لأسماء. اول البدايه لما ضحك عليها وخد الادوات الكهربائيه بتاعتها وباعها، وبعد كده استغل ظروف انها تعبانه وحامل وقلعها الذهب بتاعها على اساس ان هو عشان الولاده والكلام ده وكده، واخد ذهب وباعه. وبعد كده المعلم سافر وسابها مع اهله تخدمهم كانها جايه خدامه، يضربوها ويهينوها ويبهدلوها ويهزقوها. ومش كده وبس، لما قررت انها تطلع عشان تعيش في شقتها عشان ترتاح عشان تعبانه،